ولهذا قال غير واحد من أهل العلم: الدعاء مفتاح كل خير، فمن وفق لهذا المفتاح وفق للخير، ومن حرم هذا المفتاح حرم من الخير. فالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل والصدق معه والعناية بآداب الدعاء وشروطه وضوابطه المتقررة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، هذا من أعظم ما يكون بل هو أساس في هذا الباب لتكون مفتاحا للخير. وقد تقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا ترجوه وتؤمله وتطمع في نواله راجيا منه، ويستجيب الله دعاءك فتحيا حياتك كلها من مفاتيح الخير مغاليق الشر. والأدعية في هذا الباب كثيرة، فدائما من أراد أن يكون لنفسه أن يكون مفتاحا للخير أن يلجأ إلى الله جل وعلا، وأن يلح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء أن يكرمه بفتح أبواب الخير له. ومن الدعوات العظيمة ما كان يحافظ عليه نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم بعد صلاة الفجر: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. منها على سبيل المثال ما خرجه الترمذي رحمه الله في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر جلوس فقال: ألا أنبئكم بخيركم من شركم؟ فسكت القوم، فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ونظير أيضا هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. وهو حديث مشهور يأتي ذكره في موضعه من هذه المحاضرة. معاشر الإخوة الكرام، إن كل مسلم حريص على سعادة نفسه وفلاحها وفوزها في الدنيا والآخرة عندما يسمع هذا الحديث العظيم، أعني حديث أنس وكذلك أشباهه من الأحاديث الدالة على مضمونه. لا شك أن قلبه يتحرك شوقا وطمعا، وتهتز نفسه رغبة في أن يكون من مفاتيح الخير وأن لا يكون مفتاحا للشر. لا شك أن هذا مطلب لدى كل مسلم. ما من مسلم إلا ويحب لنفسه أن يكون مفتاحا للخير وأن لا يكون مفتاحا للشر. يحب لنفسه أن يكون من أهل طوبى، لا أن يكون من أهل الويل، وهو العقاب الشديد والنكال الأليم الذي أعده الله تبارك وتعالى لمفاتيح الشر مغاليق الخير. والنفس أيها الإخوة عندما تتوق لهذا الأمر وتطمع فيه لا بد من مجاهدتها لتحقيق أسبابه والإتيان بمقاصده وغاياته، حتى يكون العبد مفتاحا للخير مغلاقا للشر فعلا وواقعا وعملا وتطبيقا. ولا يكفي في ذلك مجرد التمني أو مجرد التحلي، بل لا بد من فهم لحقيقة الأمر وقيام به على التمام والكمال، مع طلب العون في ذلك واللجوء الكامل في تحقيق ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. من أراد أن يكون مفتاحا للخير فليجتهد في مداواة نفسه من أمراض القلوب. وأمراض القلوب خطيرة جدا ومضرة على الإنسان غاية الضرر، مثل الحسد والحقد
والضغائن والغل وغير ذلك من الدفائن التي تكون في القلوب والسخائم التي تنطوي عليها القلوب. فمن أراد أن يكون مفتاحا للخير فليجتهد في معالجة نفسه ومداواتها بطرد أمراض القلوب عنها، مستعينا بالله تبارك وتعالى وطالبا منه. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى دعوات عظيمة، منها الدعاء العظيم المبارك الذي ختمه عليه الصلاة والسلام بقوله: واسلل سخيمة صدورنا. الصدور إذا كان فيها سخائم وفيها أحقاد وفيها ضغائن وفيها غل، كيف يكون صاحبه مفتاحا للآخرين بالخير؟ قلبه فيه دفائن شر وفيه خبايا شر وفيه غل وحقد، فكيف ينبع من قلب هذه صفة فتح أبواب الخير للآخرين؟ ولهذا الحاسد الممتلئ بالغل ربما تظاهر مع الآخرين بأنه يصلح وأنه يفتح لهم أبواب خير وهو يفسد. خذ مثالا على ذلك إمام الحسدة إبليس، لما حسد أبانا آدم ماذا صنع؟ جاءه بصورة الناصح الأمين وأخذ يغريه وأخذ يذكر له أمورا يشعره فيها أنه ناصح. وهكذا من يكون في قلبه دفائن شر أو دفائن حقد أو نحو ذلك ليس أهلا أن يكون مفتاحا للخير، بل مثل هذا سيكون مفتاحا للشر. ولهذا يحتاج القلب إلى معالجة دائمة مستمرة والتماس ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن يبعد عن القلوب وأن ينقيها من مثل هذه الأمور. وفي الدعاء: اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وأيضا لا أطيل هنا، لكن أكتفي بذكر أثر واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، رواه غير واحد من أهل العلم، منهم ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة وغيره من أهل العلم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. فهنا من أراد لنفسه أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر لينتبه في الأمور المشتبهات وأمور الفتن، فلا يبرز لها ولا يتصدر ولا يندفع اندفاع الطائشين المتهورين الذين يوقعون أنفسهم في الهلكة ويوقعون غيرهم فيها، بل يتأنى ويتعب. قال: عليكم بالتؤدة فإنك أن تكون مفتاحا للخير، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. ولهذا أمور الفتن والأمور المشتبهات لا يندفع الشاب وراءه، بل يتأنى ويتروى ويتصل بالعلماء الكبار والأئمة الأكابر يستشيرهم ويسترشد بآرائهم، لا يندفع برأي رآه أو هوى هواه أو كلام قيل له ودفع نحوه، لأنه إذا اندفع اندفاعا بلا تؤدة ولا أنات ورط نفسه في الشر، وأيضا صار مفتاح شر على الآخرين. ولهذا يجب على الإنسان أن يتأنى وأن يتئد وأن يأخذ الأمور بالهدوء والأنات، وأن يشاور أهل العلم، وأن يكثر دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الشر، لا أن يندفع وينساق وراء الفتن والشبهات ويبرز لها ويتصدر ثم يتورط بأن يكون قد فتح شرا على نفسه وعلى الآخرين. الأمر الثامن من الأمور التي يكون بها المرء مفتاحا للخير، وأقف هنا وقفة وأقول من فضل الله سبحانه وتعالى أن الأخ المقدم ومعالي المدير عندما دعوني إلى هذه المحاضرة لم يحددوا وقتا، ولهذا أرجو أن تصبروا علي، لأن الموضوع واسع وأنا أحاول قدر الاستطاعة أن أطيل، فإذا أطلت إطالة مملة إذا دعاني معالي المدير للتوقف فأنا رهن الإشارة. الأمر الثامن الرفق. الأمر الثامن الرفق في الأمور والتعامل مع الناس بمكارم الأخلاق، فإن هذا من أعظم الروافد لأن تكون مفتاحا للخير. وثق أيها الأخ الموفق
أن صاحب الخلق الغليظ والمعاملة السيئة لا يمكن أن يفتح بها قلوب الناس، لا يمكن أن يفتح قلوب الناس بأخلاق فظة ومعاملة غليظة. وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه سيد ولد آدم قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النفوس تنفر من الغليظ، من الشديد، من العنيف، من سيء الأخلاق، حتى ولو كان الذي يقول لهم خيرا فإن رعونة أخلاقه وسوء معاملته وفظاظة أسلوبه تنفر الناس منه. ولهذا يحتاج الإنسان ليكون مفتاحا للخير أن يتعامل مع الناس المعاملة الرفيقة، وأن يكلمهم بالكلام الطيب الهادي، الكلام الذي فيه التواضع، ليس فيه التعالي وليس فيه الترفع على الناس وليس فيه التطاول عليهم. ولهذا إذا أردت لنفسك أن تكون مفتاحا للخير، أن تكون من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل النبل، من أهل الأمور الفاضلة العظيمة، فاسأل الله عز وجل، كل ذلك بيده جل وعلا. وأيضا لا أطيل بذكرها، لكن أشير إلى حديث كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقوله أو أشير إلى دعاء كان يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم في كل مرة يخرج من بيته. كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. لاحظ هذا الدعاء العظيم وجماله وشدة الاحتياج إليه في كل مرة تخرج فيها من بيتك. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إذا أكرمك الله واستجاب لك هذه الدعوة صرت مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كان بعض السلف يقول في دعائه اللهم سلمني وسلم مني، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم أوسع منه وأجمل وأتم. والعوام في نجد عندهم دعوة شبيهة بهذا المعنى أذكرها، وربما كثير من الطلاب الحاضرين لن يفهموها وسأترجمها لهم. بعض العوام يقولون اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا، اللهم لا تسلطنا ولا تسلط علينا. هذه الدعوة جميلة من حيث معناها، وهي بمعنى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تسلطنا أي على الناس بالشر والإيذاء والعدوان ونحو ذلك، أيضا ولا تسلط الناس علينا بنحو هذا المعنى، وهذا بمعنى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما من أراد أن يكون لنفسه أن يكون مفتاحا للخير أن يلجأ إلى الله جل وعلا، وأن يلح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء أن يكرمه بفتح أبواب الخير.